السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ النهارده وصفتنا تحفة، سلطة الخضار بالمايونيز. عندنا بسلة وجزر وفاصوليا إحنا كنا مفرزينهم قبل كده، هنطلّعهم بقى ناخد من كل حبة كده حبّات ونروح ننزّلهم على مَيّة سخنة، يغلوا كده غلوتين كده لمدة 10 دقايق، وبعدين هننزل عليهم ببطاطسايتين مكعبات، يغلوا غلوتين كده مش عايزين الخضار يستوي ولا يتهري. إحنا بقى شوفوا يا حبايبي مجرّد البطاطس ما شاء الله تبارك الله يعني شمِّت كده إنها هتستوي، هنطفي كده على الخضار بتاعنا، شوفوا الخضار بتاعنا أكنه ما شاء الله طازة يعني، وبعد كده يا حبايبي هننزل عليهم بكوباية حُمُّص الشام اللي هو بتاع حُمُّص الشام اللي إحنا بنعمل بيه حُمُّص الشام ده، إحنا برضه كنا مفرزينينه هننزّله بس على مَيّة سخنة بس نجدّده كده، وبعدين هننزل بيه بدون ولا نقطة مَيّة. خضارنا على فكرة يا حبايبي كُلّه بدون نقطة مَيّة، وهننزل عليهم بكوباية كده مايونيز وملح وفلفل وحبّة خَل بسيطة وليمون بسيط. ما شاء الله تبارك الله سلطة الخضار دي مفيدة جدًا لولادنا وهيحبوها بقى، اللي مش بياكل خضار هياكلها وهيحبها جدًا بقى من إيديكِ، وبلاها لحمة وبلاها فراخ وبلاها الغلا، هنعمل كده حاجات وصفات كلّها اقتصادية. يا رب تكون الوصفة عجبتكم يا حبايبي إن شاء الله وتستفادوا منها، ويا رب كده يحسن ما بين إيديكم، وألف هنا على قلوبكم يا حبايبي، ويا ريت تدعموني بلايك وشير. وده الشكل النهائي يا حبايبي، وألف هنا.